السلام عليكم متتبعين قناة نرجس، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم وجبه سريعه ببطاطا والطون اللي كتجي لذيذه. كنتمنىكم انكم تجربوها. تابعوا المقادير والطريقه الى الاخير وفرجه ممتعه. على بركه الله نبداو المقادير. عندنا 4 الحبات ديال البطاطا يكونوا مسلوقين، 3 البيضات، قليل من القزبر، حك ديال الثوم يكون تاع الزيت، حبه من البصل تكون صغيره، توابل عندنا قليل من البزار، الملح يكون حسب الذوق، قليل من الكمون، بابريكا. انا درت دويمه ديال الثومه، الا كانت عندكم بودره او ثومه عاديه حتى هي خدموا بها. هادو هما المقادير. ودابا نبداو الطريقه. اول حاجه غناخد بطاطا وغنقشرها كما كتلاحظوا. من بعد ما قشرت البطاطا غادي نحكها. من بعد ما حكيت البطاطا كما كتلاحظوا كتكون على هذا الشكل، كتكون كتلصق. من بعد انا غناخد الحكاكه اللي حكيت بها بطاطا من هذا الاتجاه. دابا غنحك البصله برقيقه. من بعد ما غنحك البصله كما كتلاحظوا غنصفيها من الماء. من بعد ما صفيت البصله غنزيدها على البطاطا. من بعد غادي نزيد حك ديال الثوم، غنصفيه من الزيت. من بعد ما صفيت الثوم من الزيت تماما غنزيدو على البطاطا والبصله. من بعد غادي نزيد قزبر، ضويمه ديال الثومه كما قلت لكم، اما بودره ديال الثومه او لا ثومه عاديه تحكوها. وعندنا التوابل فيهم البزار، الكمون، الملحه، البابريكا. ودابا غادي ناخد صفر ديال البيض غنديرو مع البطاطا، والبيض غنخليه في زلافه كما كتلاحظوا.
غادي ندير الأصفر مع بطاطا وغنخلي البيض في زلافة. من بعد غنخلط جميع العناصر كما كتلاحظوا. من بعد ما غنخلطوا جميع العناصر غندخلوهم للثلاجة وغنخليهم لمدة 5 دقائق. من بعد ما دازت 5 دقائق خديت الطبسيل ودهنته بالزيت ودهنت الايدي ديالي بالزيت باش ما تلصقش ليا البطاطا في الايدي ديالي. من بعد كنديرهم كويرات كما كتلاحظوا. من بعد كنضربهم بالايدي ديالي وكنحطهم في الطبسيل وكنبقاو على نفس الطريقه تنكملوهم. من بعد ما كملت الكويرات ديالي كما كتلاحظوا غناخد مقله وغندير فيها الزيت وغنديرها فوق من البوطه وغنخلي الزيت تيسخن ليا مزيان. من بعد كناخد كويره وكنديرها في بياض البيض كما كتلاحظوا. من بعد كنديرها في المقله. بالنسبه لبياض البيض اللي بغى يدير فيه الملحه يديرها واللي ما بغاش بلاش. من بعد ما كيطيبوا لكم من التحت كنقلبوهم على الاتجاه الاخر كما كتلاحظوا. وغنبقاو على نفس الطريقه تنكملوهم. غنبقاو نديرو كويرات في بياض البيض ونديروهم في المقله وغنخليهم تيتحمروا لينا من التحت. من بعد نقلبوهم تاني باش يتحمروا لينا مزيان ونحيدوهم ونخليهم تيتقطروا لينا من الزيت. وهذا هو الشكل النهائي ديالنا بطاطا والطون. صراحه كيجيو لذاذ. كنتمنىكم انكم تجربوها. انا رافقتها مع العدس. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وما تبخلوش عليا بلي لايك. ولا اول مره دخل القناه ديالي دير لي ابوني وورك على الجرس. يلا بسلام عليكم مع فيديو جديد ان شاء الله.